السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم رايحه تكون سلاك الحاصلين. الا ما عندكش باش تستهوي قهوه العصر، الكروكي هو اللي يسلكك. مقاديره موجوده في كل بيت. حبيتي ديري كيله صغيره كيله كبيره انتي والمقادير المتوفرين عندك في المنزل. كروكي الكيله بجميع التفاصيل والاسرار رايح يجيك قمه في البنه والروعه. وكما قلت لك باللي هذا الكروكي رايح يكون بالكيله، يعني حبيتي ديري اكبر كيله كيلي بالبول، حبيتي ديري اصغر كيله تقدري تكيلي بالفنجان تاع القهوه ولا الكاس تاع لاتاي. القاعده فقط رايحه تختلف في كميه الخميره، والقاعده تقول انه كل زوج حبات بيض يقابلهم كيس واحد من خميره الحلويات وزن 10 غرام. اذا كما راكم تشوفوا انايا كسرت زوج حبات بيض، انا استعملت الكاس هذاك اللي تجي فيه لا موطارد الخردل. والحبه الثالثه من البيض ديت منها فقط البياض، والصفار رايحه نحتفظ به للتزيين فيما بعد. كما قلت لك حبيتي مثلا كاين عندك غير حبه واحده من البيض، ديري حبه بيض. والتزيين الصفار هذا من بعد نقول لك بواش تقدري تعوضي الكروكي تاعك، يعني ما ديريش صفار من الفوق، يعني التزيين ما رايحاش يكون بصفار حبه من البيض. فيما بعد رايحه نقول لك بواش تقدري تزيني الكروكي تاعك. بديل صفار البيضه في تزيين الكروكي، رشه من الملح لتعديل المذاق، ملعقه صغيره من الفانيليا البودره ولا السائله، وتقدروا تعوضوها بمبشور حبه من الليمون. انا هنا للامانه ما كانش عندي الليمون، سينو يعني نحب اني ندير الكروكي تاعي بنكهه الليمون. عندك كيله من السكر، نفس الكيله اللي كيلنا بها البيض رايحين نديروها سكر العادي اي سكر الحبيبات، وبالضرب الكهربائي رايحين نخلطوا مليح مليح حتى يذوب معنا السكر تماما. وتقدروا تستعملوا الفوي، المهم انه السكر تاعكم يذوب تماما. من بعد عندنا كيلة وربع من الزيت العادي اي زيت المائده. هنا كما شفتوني درت الكيله الاولى بديت نحطها بالتدريج حتى كملتها، من بعد جبت ربع الكيلة. وهذا هو اللي راح يخلي الزيت دايما يكون ماشي بنفس كيل السكر ولا البيض، دايما يكون اكثر منهم، وهذا هو اللي يخلي الكروكي تاعنا يجينا خفيف وهشيش. من بعد نغربلو الفارينه ورايحين كيما قلت لكم بلي كل زوج حبات من البيض يقابلهم كيس واحد من خميره الحلويات وزن 10 غرام. حطيت كيس كامل. من بعد هنا شوفوا جبت انتنسي برك هنا على اطراف الاصابع تاعي من خميره الحلويات، تقدروا تقولوا 1 غرام، زدت عليها 1 غرام. علاش زدت هذاك 1 غرام؟ لانه حطيت بياض بيضه هكذا. من بعد نبدا نضيف في الفارينه تاعي بالتدريج، وبطبيعه الحال حتى نوعيه الفارينه تلعب دور في الحلويات، يعني كل ما كانت النوعيه مليحه رايحه تحصلي عنها نتيجه مليحه. انا هنا استعملت فارينه سيما تاع الباكيات تاع كيلو، تقدري تستعملي اي نوعيه اخرى، يعني كاين نوعيات ملاح بزاف حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه بهذا القوام. ما تيبسوش العجينه تاعكم وما تخلوهاش متلوقه بزاف. رايحه نقسمها لزوج اجزاء، يعني لاثنين، رايحه نشكل زوج حرابش كيما راكم تشوفوا هنا. الا شفتوها تتلاصق لكم فوق الطاوله دهنوا يديكم غير بقطرات من الزيت فقط. جيبي البلاطو تاعك ديري له بابي كويسون الا حبيتي، ولا ديري كيما درت انا ما درت له حتى حاجه لانه البلاطو تاعي ما يلصقش. من بعد بالنسبه للبلاطو، يعني الطول تاع البلاطو، حطيت الكروكي تاعي على طول 40 سنتيمتر، ونحاول كيفاش نبسطو بهذا الشكل، يعني ما ترقوش بزاف الكروكي تاعكم، يعني الارتفاع تاعو ولا السمك تاعو تقريبا 1.5 سنتيمتر. يعني الا رققتوه مليح بطبيعه الحال ما رايحش يطلع لكم مليح ويجيكم. من بعد صفار حبه من البيض خلطته ودهنت كامل الوجه تاعهم. هنا الا ما حبيتيش تدهني الكروكي تاعك بصفار البيضه، جيبي ملعقه من الحليب وجيبي الكاكاو، خلطيهم مليح مع بعض حتى تحصلي القوام تاعو ما يكون خفيف ما يكون متماسك. دهني حبات الكروكي تاعك وديري خطوط بالفرشيطه ولا التزيين اللي تحبيه. بعد ما بطبيعه الحال نكملوا كامل الكروكي تاعنا، رايحين نسخنوا بطبيعه الحال نشعلوا الفرن تاعنا كي نبداو نحضروا فيه على درجه حراره 180 درجه. نحطوه في الرف الوسطاني ونخلوه كي تشوفوه طاب وتنفخ وطاب لكم من تحت، شعلوا له من الجهه الفوقانيه باش ياخذ التحميره الشابه اللي راكم تشوفوا فيها. ومباشره كي تنحوه من الفرن قطعوه باش ما يتفتتش معاكم، لانه لو كان تخلوه حتى يبرد معاكم تماما كي تجوا تقطعوه بالسكين رايحه يتفتت كامل معاكم. هنا حبيتي الجوانب تقلبيه والجوانب هذوك تحمريهم
حمريهم. ما حبيتيش حبيتي تاكليه كيما هكا، انا صراحه كي يكون عندي الوقت نحب نحمرو من الجوانب، وكي نكون يعني ما عنديش الوقت نخليه فقط بهذا الطريقه. صدقوني باللي جا خفيف اكثر من رائع. نتمنى فعلا الوصفه تعجبكم وتجربوها، ومن جميع وحده جربت اي وصفات من وصفاتي تخلي لي الراي تاعها في التعليق. اي استفسار اي سؤال خلوه لي في التعليق، رايحه نجاوب عليكم. في الاخير ما علي الا ان اترككم في رعايه الله وحفظه الى وصفه جديده ان شاء الله. سلام الله عليكم.